بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله كده يا بنات، احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الطيور، من الطيور والبيض كمان. اللهم بارك. دي عندي كده هنا رومية راقدة هتطلع لي فراخ بلدي. ايوه فراخ بلدي ان شاء الله بامر الله. يعني انت ممكن كده يا ست الكل تبدأي تكبري مزرعتك من غير ما تشتري غير رومية وشوية بيض. رومية كده تشتريها ب200 جنيه، والبيض اللي هتحطيه تحتها اي نوع بيض بقى. كل ده هنتكلم فيه في الفيديو ان شاء الله. كملي الفيديو معايا للاخر وصلوا على النبي كتير. الفيديو ده مش عشان اقولك ان انت لازم تربي، بس هقولك شوية افكار هيوفروا معاكي في الميزانية وفي مصروف البيت. واساس القناة بتاعتكم يا بنات توفير ست البيت، يعني افكار كلها هتوفر معاكي في الميزانية، وافكار او حاجات حقيقية، يعني شغل عملي، مش مجرد ان انا اقولك ميزانية بقد كده تكفي بيتك. وده كمان بيض ما شاء الله انا مجمعاه كده عشان ان شاء الله لما الرومية بتاعتنا تطلع نحط البيض ده تحتها. والبيض ده كمان يا بنات انتاج الفراخ بتاعتنا البلدي، وكل حاجه زي ما قلت لكم انا مش شاريه اي حاجه في المزرعه اللي موجوده دي. هقول لكم الحكايه كلها في الفيديو. وتعالوا نسمي الله كده ونشوف البطه بتاعتنا كمان دي قربت تطلع يا بنات. اللهم بارك. كمان عندنا المزرعه بتاعتنا ان شاء الله الفتره الجايه ده هتكبر. وزي ما قلت لكم كل ده اكتفاء ذاتي. يعني ايه اكتفاء ذاتي؟ يعني انا ما اشتريتش اي حاجه من الحاجات اللي انتوا شايفينها دي يا بنات، ولا بط ولا فراخ. انا ما بشتريش غير لو هعمل دورة فراخ بيضة بشتري الفراخ البيضة. لكن اللهم بارك سواء بقى البط او الفراخ البلدي كل ده طلع لي، يعني اساسه كله بطاية واحدة جبتها من عند ماما. انا مش بصار عشان اقولك ربي، ولا كل الناس لازم تربي في البيت. بس حابة اقولك يا ست الكل ان التفكير الصح بيوفر كتير، ومش لازم نشتري كل حاجة من بره. مع شوية خلطات طبيعية كده من مطبخك برضو، على شوية حاجات هنشتريها للأكل، الدنيا هتبقى كلها خير عندك وهتوفري. يعني مش عايزة اقولك 50%، لا انت هتوفري 75%. وبيتك هيبقى مليان بالخير. كمان لو انت بقى عندك مكان وحابة تعملي مشروع، فهيبقى مشروع مربح بأمر الله. ولكن انا عن نفسي يا بنات بربي تربية بيتي، انا مش عاملة مشروع. بهتم بالبط في اول شهر، في اول شهرين اهتمام ممتاز جدا. علف ببدأ اديله خلطات بعد عمر ال45 يوم وال50 يوم كمان زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده. او ببدأ اضيف اضافات بعد عمر الشهرين. ببدأ اضيف ذرة مدشوش وعيش على العلف. بعد كده ببدأ ابث رجيعة على عيش مع العلفة. برضو العلفة بتفضل مستمرية معايا لحد عمر الذبح يا بنات. يعني اللي انتوا شايفينه على الارض ده مكان العيش والذرة والعلفة، واللي في الحلل دي بس رجيعة على عيش. ودول اللي يعني عندي بط عمر شهرين ونص، وبط عمر ال3 شهور، وان شاء الله يتذبح قبل رمضان ب10 ايام او حاجة. دول تربيتين يا بنات. الاضافات بقى اللي تضيفيها عشان البط يفضل معاكي كده ما تشوفيش تساقط ريش، ولا تشوفي افتراس، ولا تشوفي اي امراض. شوية حاجات بسيطة. خلطات من اول ما البط يتولد مرة او مرتين بالكتير في الاسبوع. استعملي الخل مرة في الاسبوع على المية. في فصل الشتاء كده افرمي الشطة الحامية مع الثوم مع البصل مع الليمون في الخلاط، واعملي لهم مرة او مرتين في الاسبوع على المية. الشيح زي ما قلت لكم تبقى ساقوة، حتى لو كل اسبوعين مرة مش مشكلة، بس يبقى اساسي معاكي اول ما تلاقي في بوادر اسهال او اي حاجة سقوة شيح سريعة. وعشان البيض يبقى عندك طول السنة، يبقى في جرجير بصل. على المشروبات اللي انا قلتلك عليها دي لا فراخ هتوقف بيض ولا بط هيوقف بيض بامر الله. وهتلاقي يعني لو انت سواء بقى عاملاها المشروع او كتربية بيتي مش هتخسر معاكي. الخلطات مع النظافة والاهتمام يعني مش سحر. ما بيبقاش فين فوق اللي هو الموت المفاجئ، ما بيبقاش في امراض كتير. نادرا بقى لو اساسا ما فيش فيروس بيبقى في الجو، لان ساعات بيبقى في فيروس في الجو مهما نكون عاملين اضافات ومنضفين فبيبقى لازم هيحصل تعب. لكن الطبيعي شوية خلطات بسيطة، وممكن كمان بدون خلطات تهتمي بالأكل بتاع الطيور. الطيور ما بنعتمدش على الأكل البيتي، لازم نشتري علف، نشتري ذرة، نشتري عيش لو ما بيتوفرش عندك العيش، مع النظافة. لو انتي مثلا طلعلك تربية وهتبيعي نصها وهتاكلوا نصها، دي هيصرفوا على نفسهم وتوفري كمان. والنظافة طبعا ان المية قدامهم تبقى نظيفة باستمرار، ما تتأخريش عليهم، يعني ما تجوعهمش فترة كبيرة.
اقل حاجه كده مرتين يتحط لهم اكل، يعني انا ممكن انزل لهم الساعه 8 9 10 بالكتير لو اتاخرت، وتاني مره بصلي العصر وانزل له. ممكن اكسل شويه بعد العصر، بس هي بتبقى مره الصبح ومره اخر النهار يا بنات. وبحط اكل قدامهم لحد ما ياكلوا ويكتفوا كده زي ما انتوا شايفين، يعني مش حبه صغيرين وتطلعي، لا انت تبقى عارفه حاسبه الكميه اللي عندك، وتحط حاجه تشبعهم. يعني ما شاء الله البط خلاص والفراخ كمان اكلهم، وفي بواقي اكل في الاطباق بتاعتهم. هنا البطه بتاعتنا ما شاء الله كلها كام يوم كده وتطلع، ونستقبل البط مع بعض. ده بط بلدي يا بنات، او البط السوداني، قولوا لي انتوا بتسموه ايه. احنا عندنا بنسميه بط سوداني، بشوف ناس تانية بيقولوا عليه بط بلدي. البطة البيضة دي انا حاسة ان هي بايظة يا بنات، بس مش هرميها، انا ما بعرفش افر البيض للامانة يعني. عندي ماما كده تمسك البيضة تبص فيها تعرف هي فيها ابنها ولا لا، لكن انا للامانة ما بعرفش. وزي ما قلت لكم اللهم بارك، كل ده من بطايه واحده كده جبناها من عند ست الكل. فانتي لو انت حابه تكبري مزرعتك او تعملي مشروع، او يبقى عندك اكتفاء ذاتي من الطيور، سواء بط سواء فراخ، ممكن تجيبي كده بطه بلدي تشتريها من اي حد. او يا ستي فرخ كده رومي، هتجيبيه ب200 جنيه، وحطي تحته اي بيض. يعني بيض فراخ ماشي، بيض بط ماشي، هيطلع لك اي بيض. وبترديه مرتين وتلاتة يعني. انا حطيتها كده دلوقتي يا بنات، رقدت على اول مرة، جهزت لها تاني مرة بعد 21 يوم، النهاردة كان اليوم ال20. بدأ يبقى فيه بشير زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. انا مجهزة لها كمية كمان، اول ما اشيل من تحتها الفراخ بأمر الله هحط لها باقي الكمية دي. ولو ان انا المرة دي كده يعني شاكة فيها انها تطلع لي البيض، عشان انا كنت بطلع البط الجديد من الخزانة، فكانوا بيخافوا من الدكر يدخلوا كلهم يقعدوا فوقها في الخزانة دي. فحاسة كده ان البيض ده ممكن يبقى، يعني ممكن تكون كتمته او حاجة مش هتطلعه كله. اللي هيطلع يبقى فيه البركة بأمر الله، والحمد لله ورضا وزي الفل. المرة الجاية بقى خلاص البط اخد على المكان، ما عادش فيه حاجة بتدخل لها. يعني تقريبا كده هي اول يومين، اخر يومين ثلاثة بس اللي قعدت فيهم بسلام كده يا بنات، لكن بقية الايام كلها كان البط بيطفش من الدكر ويقعد جنبها في الخزانة دي. فما شاء الله اللهم بارك كده، يبقى عندنا بط صغير وفراخ، مزرعتنا هتكبر وهنذبح لرمضان بأمر الله. فكرة الفيديو كلها يا بنات أساسها التوفير، أساسها إن يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، سواء من بيض سواء من فراخ من بط. الحاجات دي كلها غالية جدا دلوقتي. لو هتعرفي تشتري مرة، أو يعني مرة في الأسبوع، مش هتعرفي تشتري الأسبوع اللي بعده. لكن لما تربي كده حاجة بإيديكي وتهتمي بيها وتصرفي عليها وتنضفي المكان، فهتطلع معاكي زي الفل بدون أمراض بدون نافق. وبيوتنا كده إن شاء الله بأمر الله تكون عمرنا بالخير. تعملي عزومات كده في رمضان بقلب جامد، مش شايلة، يعني مش هتشيلي هم هشتري دكر البط بكام، هشتري البطة بكام، لا كل حاجة كده مربينها بإيدينا. ولو عندكم أي سؤال سيبهولي في التعليقات. وحبيبتي اللي سألتني انت اكتبي في صندوق الوصف الاكل اللي انت بتاكليه للطيور. انا قلت لكم يا بنات انا اول شهر باكل علفة صافي، يعني اول 10 ايام علفة ناعمة، تاني 10 ايام علفة وسط، تالت 10 ايام ببدأ علفة خشنة. وبعد عمر ال30 يوم ممكن ابدأ اضيف شوية عيش، وبعد كده شوية ذرة، وابدأ اضيف لهم الاضافات بالتدريج لحد عمر الشهرين او الشهرين كمان، يعني 60 يوم او 65 يوم ببدأ بقى اقلل في العلف خالص وازود في الاضافات. بس اهم حاجة اول شهر يكون علف صافي بدون اي اضافات، ما تسمعوش كلام اللي تقولك بدايل علف وي. هتلاقي بعد شوية البط ولا هيرمي معاكي لحم، هتلاقي بيقابلك امراض كتير جدا في التربية، وهتصرفي كتير بقى سواء على ادوية، هيبقى فين فوق. لكن اهتميتي بالبط اول شهر بالنسبة للاكل كمان يا بنات والنظافة طبعا. والله ولا بهتم بتحصينات ولا بالكلام ده، البط شوية اعشاب بسيطة كده من البيت وممكن كمان تستغنى عنهم. اهم حاجة النظافة والاهتمام اول شهر، اللي هي ان انت تأكلي علف. وبعد الشهر ببدأ اضيف بواقي الاكل بقى، وببدأ اضيف اضافات تانية زي الذرة زي العيش الناشف على العلف. وبعد عمر الشهرين ونص ببدأ اضيف بقى راجعة يا بنات والردة والعيش، وابدأ ابسلهم كده وبياكلوا اي اكل بقى بعد الشهرين وكام يوم. لكن تسمعوا بقى اي فيديوهات تقولك بديل علف، زودي من وهم لسه عندهم اسبوع، زودي من وهم، لا كل ده هيقابلك بعد كده كل الامراض اللي تتخيليها اللي بتطلع للبط. ولو ما جاش امراض مش هيديكي الاوزان المرضيه، ومش هتذبحي البط البلدي على 3 شهور ونص 4 شهور بالكتير.
فبرضه بيتهيأ لي لما زي ما قلت لكم في تربية الفراخ البيضة، اهتمي بالعلف، هتبقى دورة قريبة من غير نافق أو زن عالية. كمان البط نفس الكلام، مع اهتمام أقل بكتير بكتير عن الفراخ. اتمنى تتفاعلوا على الفيديو بالتعليقات. صلوا على النبي كتير يا بنات، قولولي منتظرين الفترة الجاية فيديوهات توفير، ولا ندخل اكتر للطيور، ولا نبدأ كده دورة جديدة للفراخ عشان نذبحها على العيد بأمر الله. فعلوا معايا في التعليقات يا بنات، انتوا بتتفرجوا بصمت كده مفيش تعليقات خالص، وشيروا الفيديوهات مع اصحابكم وحبايبكم اللي مهتمين بالتوفير وتربية الطيور من البيت او التوفير عامة. وما تستخسروش دعوة حلوة في اختكم سوزان، ولايك لايك يا مرات عشان الفيديو يترفع، وانتظروني فيديو جديد بأمر الله. مع السلامة.